45 دقيقة في شوط المدربين، كيف ستكون، كيف سيتعامل مع كل طرف. كرة تنفذ في التماس، تحضير في خط دفاع المنتخب الوطني المغربي. النيجر الآن داخلين بعزيمة، داخلين محاولة للتقدم نحو الأمام. فرصة الانسدال، كرة للجهة اليمنى، عملية الاختراق لمنتخب النيجر وتغطية دفاعية مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. جات عملية هذه الكيفية وجات محاولة ولكن مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. كنا نتحدث في الجولة الأولى على منتخب النيجر، عندهم الملعب الوطني الرئيسي، الملعب السيني كوتش في نيامي اللي كان تم افتتاحه في سنة 1989 بسعة تقارب 50,000 متفرج ومناصر. وهناك أيضا شغف في الدوري المحلي، ونحن نتابع هذه المحاولات من خلال البحث عن الحضور في القارة الإفريقية. عندهم الفريق فرصة من فريق الجيش، وعندهم أيضا الساحل كأحد أقدم الأندية وأكثرها نجاحا على المستوى المحلي، وعندهم أيضا مجموعة من الفرق المحلية. ولكن نشاهد هنا هذه المحاولة. النيجر اليوم مع بدو زكي، منذ استخدام بدو زكي ليكون رأس العارضة التقنية لفريق أو لمنتخب النيجر، هم يطمحون من أجل أن يكون لهم حضور على المستوى الأفريقي، لأنهم تأهلوا لكأس الأمم الأفريقية في 2012 و2013، وكان عندهم الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية المحليين، كان يبحثون للتألق، الحصول على المركز الرابع على مستوى الشهر، وأيضا محاولات من أجل الظهور بشكل جيد. نعود لما يحدث على مستوى رقعة الملعب، ونحن نشاهد هذه الكرة لصالح منتخب النيجر، رأسية أمامية على انطلاقة. شوف ديال محاولات منتخب النيجر. نابونو يظهر في الصورة، يبعد هذه الكرة. أيوب الكعبي، كرة عن الصيبوري، ينطلق إسماعيل، يحاول ينطلق ولكن الحكم يرى أن هناك مخالفة، يرى أن هناك خطأ. نتمنى ما تكونش كرة توقف اللعب مدة طويلة. يوسف عمر واليو قيدوم العميد، وهو من يقود منتخب النيجر في هذه المباراة. ذلك يوسف عليو 32 سنة، كانت عنده تجربة رفقة فريق النادي القنيطري في المغرب وأيضا فريق المولودية الوجدية. اسمان كبيران، اسمان عريقان، الكاك نادي القنيطري فارس سابو، والمولودية بعراقتها الكبيرة مدينة وجدة هناك أيضا. لذلك عميد اليوم عنده أرشيف، عنده لقاءات سابقة اكتشفها في المغرب في الدوري الاحترافي الوطني إنوي، 32 سنة. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي، تحضير على مستوى خط الدفاع، بداية لبناء العملية الهجومية من جانب المنتخب الوطني المغربي عن طريق بالعمري من الجهة اليسرى. يعيد الكرة لسفيان مرابط، لنائل العيناوي في خط الوسط، التمرير الجهة اليمنى. العيناوي الأب حاضر في المدرجات، يتابع، يراقب ما يحدث، ويشوف هذه المشاركة ويشوف هذا الحلم لابن يشارك. كرة تلعب أمامية، فرصة الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء ولكن ضائعة مرة أخرى. منتخب النيجر يبحث لإخراجها، صعب إخراج هذه الكرة. عيناوي يلبسها، أشرف الحكيم يبحث لعبها. بالعمري رجع الكرة ديالو للخلف. إلياس بن صير، ناسينا مرابط، انطلاقة هجومية. عيناوي، كعبي، اخذ ورد، اختراق، تمريره في الجهه اليسرى، تمريره عرضيه، فرصه والهدف الثالث. ايوب الكعبي يستلم هذه الكره، يضعها في الشباك، تمريره عرضيه
أصر على أن يسجل، حاول في أكثر من مرة في الشوط الأول لم يسعفه الحظ إلا مع انطلاقة الشوط الثاني، ويتمكن المنتخب الوطني المغربي من تسجيل الهدف الثالث. التسويق لهذا الهدف، الإشادة بهذا المجهود وبهذا الحضور من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي بالعمري، ومصافحة باقي اللاعبين. مجهود كان كبير، والشيء اليسرى بالعمري جيدة كما نتابع. لاحظوا هنا طريقة التمرير، هنا الكعبي لمس الكرة مشات عند إلياس عند بالعمري تمريرة عرضية جانبية، والكعبي يضع الكرة في المرمى. نزاد منقص لعبها بالشكل المطلوب، ويجي الهدف الثالث من عناصر المنتخب الوطني المغربي، وضع الكرة في المرمى. جوج ديال المدافعين مشاو وبقى هو في وضعية مناسبة، وهذا هو الهدف الثالث. ثالث الأهداف مغربية يحمل الآن الهدف الثالث إمضاء أيوب الكعبي. ردة فعل تأتي من جانب وليد الركراكي. أيوب الكعبي 32 سنة، أيوب الكعبي اللي كما قلت بأداء قوي مع فريق أولمبياكوس وبحضور جيد مع السد ومع تايسبور التركي مع نادي الوداد الرياضي. كانت عنده أيضا مشاركة في الصين مع هيبل الصيني. ما نساوش سابقا انه لعب رفقه فريق النهضه البركانيه، وما نساوش ايضا رفقه الراسينغ البيضاوي. المسار نعم حافل. الكعبي الاخ ديالو هداف الموسم الماضي في القسم الوطني الاحترافي الثاني، هو هداف 54 قبل الكعبي منتخب الوطني، ولا زال قادر وقابل لأن يسجل أهداف أخرى. 3-0 النتيجة المسجلة. منتخب النيجر بدأ يتأكد على أن المباراة في منحى واحد، وأنه لا سبيل لمواجهة المنتخب الوطني المغربي. الآن سيبحث لتسجيل هدف على الأقل هدف في هذه المقابلة، وفي نفس الوقت سيركن ربما للقيام بتغطية دفاعية. هذا إن لم يستفز هذا الهدف، وسيبحث عن حلول. كرة في الجهة اليمنى، اسماعيل السيباري، كرة عند كعبي من إلياس بن صغير. إلياس محاولة ديال المرور، تمريرة أمامية ولكن بعيدة. كنقول بأنه التقدير ديال الدفاع منتخب النيجر حال دون وصول كرة لإبراهيم دياز. كرة عند أشرف حكيمي، تدخل ممتاز من نايف الكاف. واللي مهم انه في كره قدم افريقيا ذاك الدفاع البدني، فكنلاحظوا بانه منتخب النيجر واجهت صعوبه حتى على المستوى البدني مع لاعبين المنتخب الوطني المغربي. نايف اجر في اللقطه اللي شاهدنا، وايضا قبل ذلك هناك سفيان امرابط وباقي اللاعبين. كره من امرابط العيناوي، عيناوي يلعب كره مع ابراهيم دياز محاوله الاستلال، ماذا يفعل؟ كيرجع كره ديالو للخلف، تعود الكره لتكون مغربيه من الجهه اليمنى، عمليه هجوميه عن طريق من كعبي، يلعب كرة مع أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، إسماعيل، انتظار استلال في الخط الأمامي. منتخب النيجر ينكمش دفاعيا مرة أخرى، والمنتخب الوطني المغربي دحرجت الكرة جهة اليمنى جهة اليسرى، نبحث عن الاختراق. كرة لابراهيم، محاولة المرور امام جوج ديال اللاعبين، ضاعت كانت عند السيباري محاولة تسديد، كيختار انه يمرر الاشرف. كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة مغربية، فرصة اشرف حكيمي، تسديدة. حسن حظ منتخب النيجر انه المدافع لمس الكرة، بالتالي القوة ديال الكرة اصبحت بطيئة. لاحظوا لو انه سدد صوب المرمى لا اعتقد ان الحارس كان بامكانه انه يصد تسديده ديال اشرف حكيمي. فهذا موضوع الطريقه باش انه حكم الكره كان بامكانه انه يسجل الهدف الرابع. كره مغربيه، سفيان رابط، نائل العيناوي دمج بشكل ممتاز مع عناصر المنتخب الوطني المغربي. كره في الجهه اليمنى الان، عمليه هجوميه، محاوله بهذه الكيفيه، فرصه تنفذ على مستوى الجهه اليسرى. لاحظوا عمليه ديال التمرير، أشرف حكيمي، العيناوي، سفيان، إعادة الكرة للخلف،
انطلاقه من الجهه اليسرى من جانب المنتخب الوطني المغربي. محاوله صوب بالعمري اصبح يشكل خطوره على معترك منتخب النيجر. كل ما لمس الكره الا وتكون المهمه صعبه لمنتخب النيجر. لاحظوا الاستلالات ديالو، الطريقه ديالو، وايضا الاسلوب ديالو في بناء العمليات الهجوميه. كره مغربيه، محاوله المرور كترجع مره اخرى عند مرابط. سفيان محاوله للانسلال ولكن هناك خطا، يقول الحكم مخالفه لصالح المنتخب الوطني المغربي. نذكر بانه منتخب النيجر منقوص العدد. ونلاحظوا ان التمريره العرضيه جانبيه واستثمارها ياتي من جانب ايوب الكعبي. ممتاز ما فعله بالعمري. شوف بالعمري التمريره العرضيه ارضيه والكعبي في المكان المناسب ينهي هذه الكره بنجاح ويضعها في الشباك. فرحه مستحقه نعم كل الجماهير. كره في الجهه اليسرى، كره مغربيه، محاوله من جانب الياس. انتظار ايضا نشوفوا التغييرات. لاحظوا هنا عمليه اختراق، فرصه ممتازه ولكن في اخر المطاف نحو ضربه مرمى يقول الحكم. الياس بن سليم الهجمه ديالو الطريقه ديالو اعتقد انه فيها زاويه، فيها ركنيه. العمر الحكم كيمنح الكره لمنتخب النيجر. باتو الساكي اليوم يعاني، اليوم يجد نفسه مع منتخب النيجر في وضعيه صعبه. سنة منتخب النيجر، المنتخب الذي يبحث لأن يتألق معه وأن يقدم حضوره الجيد. قبله كان المنتخب السودان، قبله ايضا كان العديد من الانديه الوطنيه، ولكن تابعوا الكره عن اسماعيل السيباري. عمليه الهجوم، الانطلاق، محاوله اختراق من العيناوي، كاد ان يستفيد منها. وضعيه كانت مثاليه ولكن مرت الشيء اللي كيخلي انه هو تمشي الكره مباشره في صوب الحارس. نائل العيناوي 24 سنه، كان حضور ديالو مع نانسي في الفئات العمريه. هنا كنشوفوا هذه الكره اماميه لصالح منتخب النيجر ولكن هناك تدخل ديال بونو. قبل ذلك كان هناك تسلل على ميبو. بالفعل رايه من الحكم المساعد كيف كتابعوا. كنا كنتحدثوا على نائل العيناوي في المسار ديالو اللي كان فرنسي رفقه فريق نانسي في الفئات السنيه، وبعد ذلك تألق وصل للفريق الثالث ثم الفريق الاول ايضا مع لانس، وشد الرحله والتجربه الان ستكون مع فريق روما الايطالي. كل التوفيق. المنحه ديال ميبيان اللي ممكن رصدوه ديال نائل العيناوي، ممكن نقول بانه في تصاعد، بالتالي يسير يقدم نفسه الان مع المنتخب الوطني المغربي. كره في خط الوسط، اسماعيل السيباري. كاينش لا تغييرات لا شيء لحد الساعه. المجموعه اللي في رقعه الملعب مقدمه المقابله ديالها بشكل جيد. كرة أمامية، محاولة، فرصة ديال الاختراق، كترجع مرة أخرى لعناصر المنتخب الوطني المغربي. تسديدة جميلة. إسماعيل يبحث عن التسديد لكن يظهر على أن التسديدة صوب الحارس، ولا يبحث فقط على التسديد، هو يبحث على الهاتريك، على ثالث أهدافه في هذه المباراة. كرة المنتخب النيجر، بناء العملية الهجومية بهذه الكيفية. تدخل ممتاز من ماسينا، آدم ماسينا، تدخل ممتاز. بالعمري التمريرة ديالو هذه كانت خاطئة، ولكن بالعمري مجمل التمريرات ديالو كانت جيدة. المقابلة ديال اليوم لمس الكرة 49 مرة، 34 تمريرة، 30 منها كلها كانت صحيحة، 4 ديال التمريرات فقط اللي كانت خاطئة.
المتابعه ونشوف كيفاش في اللقطه الماضيه. على العموم كره تعود من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، كره من جانب العناصر الوطنيه والبدايه لبناء العمليه الهجوميه في هذه الكيفيه، والعوده من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي عن طريق من؟ عن طريق سفيان امرابط. ماذا يفعل ليحافظ على الكره؟ تأتي الكرة للجهة اليمنى، عملية هجومية بهذه الكيفية والانطلاق عن طريق أشرف حكيمي. أشرف حكيمي لعبها مع العيناوي لأشرف حكيمي، المحاولة الصوبة إبراهيم دياز، أخذ ورد بداء العملية الهجومية الآن من العناصر الوطنية، المحاولة المواكبة والبحث عن الحلول والإمكانية للاستفادة من تسديد خارج منطقة الجزاء أو الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء. كرة لأشرف حكيمي، ماذا يفعل؟ محاولة مراوغة، تمرير عرضية جانبية، كعبي كيف وضعية لكن لم تكن جيدة الاستثمار الكرة الأخيرة من إلياس من صغير، يرجع الكرة للخلف. ادم سينا، نايف قرد، عمليه هجوميه، محاوله بهذه الكيفيه، الاختراق، المرور، الدخول، نايف قرد تاتي للجهه اليمنى، فرصه من اشرف حكيمي، تمريره لمن؟ لنايف قرد، المدافع في الخط الامامي يبحث عن الحلول رفقه باقي عناصر المنتخب الوطني المغربي. انكماش كبير رهيب لمنتخب النيجر، يحاولون رأب الصدع، الاكتفاء ب3 أهداف فقط، ولكن المنتخب الوطني يبحث عن رابع أهدافه في هذه المباراة. كرة تنفذ للجهة اليسرى بالعمري، يحاول يوصل الكرة إلى خارج الخط الجانبي، كرة لا تزال المغربية ممتازة، فرصة ضربة بقص، ذكرنا ايوب الكعبي، ذكرنا بالشان اللي كان تألق فيه واللي كان قدم فيه ايضا لقاءات كبيره، ويذكرنا ايضا بكل حركاته وخاصه الهوائيه وضربات الهوائيه القويه الجيده اللي كان دائما يبدع ويضعها في المرمى. شوف ضربه بقص بهذه الكيفيه بهذه الشاكله. صحيح العناوي كان في وضعيه افضل، ولكن لو سجلت كنا سنصفق كثيرا وبحراره لايوب الكعبي. ومره اخرى يأتينا بالعمري بالتمريرات العرضية، ويأتينا أيضا بهذه الفرص التي تأتي من الجهة اليسرى، كيف أنه تمكن من التمرير وأيضا كيف استغلها الكعبي ووضعها في الشباك. فرحة كبيرة وهدف ثالث مستحق. وشوف هنا الابتسامة، وشوف هنا الإشادة بهذا الهدف والتصفيق لهذا العرض الذي تابعناه في هذه المباراة. بدو زكي الآن يحاول القيام بتغييرات، قطع الغيار، يخرج الولي ويدخل عبد الله كاتكوري. أمامنا الولي بوي فيليب نو يغادر. كرة تعود مرة أخرى لصالح منتخب النيجر. مرابط الأسرع يتمكن. شوف الالتحام البدني، لاحظوا الالتحام البدني، ما كاينش شي حل عند منتخب النيجر غير أنه يرتكبوا المخالفة. هناك نيرفزة، واضح النيرفزة. هذا بوبكار جبريل كومي اللي دخل منذ لحظات. شوفوا هنا كرة عند إبراهيم دياز، علي محمد يفسح المجال لبوبكار جبريل كومي اللي تابعنا منذ لحظات. كرة أمامية، محاولة صباري، كرة تسجيل الهدف، لكن الزاوية كانت مغلقة تقريبا. الحارس الخروج ديالو زاد غلق الزاوية، الشيء اللي خلانا أنا نشوفها بتلك الطريقة. أول تمريرة خاطئة من آدم مسينا بهذه الكيفية، ولكن كتحول لفرصة حقيقية للتسجيل. كرة مغربية كان بالإمكان استثمار عن طريق إبراهيم دياز. مخالفة كيقول الحكم، وكيعطي المخالفة لصالح منتخب النيجر. خمسة 65 دقيقة، الوقت يمضي. كرة لصالح منتخب النيجر، كأن بهم ينتظرون فقط نهاية المقابلة. نذكر بأنه مباراة مهمة
لتأمين العبور للمونديال، لتأمين العبور للمشاركة المونديالية. نحن في رأس المجموعة. حتى منتخب تنزانيا اللي كان يبحث من أجل الفوز والانتصار اليوم تعادل، وبالتالي المسار نحو أمريكا كندا والمكسيك يسير من خلال هذه المباراة، مباراة التأشيرة، مباراة العبور، مباراة المرور. وهنا التغييرات التي تأتي من جانب وليد الركراكي. الجماهير تتابع الكثب، تراقب ما يحدث. أيوب الكعبي سجل الهدف الثالث، يغادر هذه المباراة ويفسح المجال ليكون الدخول الآن من جانب من حمزة إيغامان الذي انتقل مؤخرا للدوري الفرنسي رقم فريق ليل وسجل هدفين جميلين. الهدف الأول كان من أروع الأهداف، هو حديث الصحافة الفرنسية والعالمية قبل كان فرينجرز. نشوفوا بلال الخنوس دوره يدخل لرقعة الملعب. بلال الخنوس والطموح من أجل تأكيد قوته وحضوره. أيضا الكعبي وبالصغير وبالعم، ثلاثة يغادرون ويدخل لرقعة الملعب سفيان كرواني. ثلاثة ديال التغييرات. كل التوفيق لعناصر المنتخب الوطني المغربي، اللاعبين اللي يدخلوا الآن لرقعة الملعب في الوقت اللي كنشوفوا بلال الخنوس اللي هو الآخر. صحيح أنه بحضور في الدوري الإنجليزي، ولكن رفقة شتوتغارت والانتقال المهم اكيد انه غادي يكون مهم جدا بالنسبه له في المانيا، في واحد من الدوريات القويه، و21 سنه، طموحاته كبيره، نتمنى له كامل التوفيق. في الوقت اللي هنا عمليه هجوميه، سنعود للمعلومات والمعطيات. هذه محاوله من اشرف، يمشي اشرف من الجهه اليمنى يبحث عن ماذا يجري، نعم يبحث عن طريقه من اجل التمرير، ولكن في اخر مطاف مرابط يعود لاستلام هذه الكره. لاحظنا ان الجهه اليسرى غيرها كليا وليد الركراكي، سواء بالعمري وسواء في الخلف الياس بن صغير. مسح المجال لإيغامان، عنده فرصه مهمه جدا. حمزه إيغامان يثبت نفسه في الجانب المقابل. ايضا نشوف هنا اللاعب سفيان الكرواني، حضور مع فريق اف سي اوتريخت، 24 سنه. الامكانيات المغربيه المهمه في هولندا، كره مغربيه، محاوله ممتازه داخل منطقه الجزاء، راسيه لم تغادر بعد، راسيه جول. إيغامان من الجيش الملكي من ترواكولور، من الجيش الملكي، حينما أبدع وأقنع وأمتع. نعم، إلى انتقال رائع، إلى انتقال كبير للرينجرز، ثم بعد ذلك في ليل الفرنسي يكمل المسار الكبير والمميز، واليوم يضع عنوانه ويضع بصمته ويضع حضوره. فقط دقائق على دخوله لرقعة الملعب، حمزة إيغامان يضيف رابع الأهداف، ليكون هو الآخر مساهم في هذه الغلة التهديفية هنا بمدينة الرباط. كرة من الجهة اليسرى، لاحظوا كيف تم التعامل معها، تمريرة ممتازة، وبعد ذلك إيغامان برأسية وسط ثلاثة ديال اللاعبين. لاحظوا وسط ثلاثة ديال اللاعبين برأسية كيوضع الكرة في المرمى، وهنا الحس التهديفي المهم عند اللاعب. لاحظوا هنا الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. نايف اكارت قام بمجهود كبير، رجع الكرة وبعد ذلك كيتمكن من انهاء حمزة إيغامان. شوف هنا نايف اكارت مجهود كبير في إعادة الكرة، ثم حمزة إيغامان وسط ثلاثة ديال اللاعبين. ولاحظوا انه رغم انه قصير القامة، ولكن تمكن من الارتقاء وتمكن من الكرة، خدا التموضع المثالي، قراءة، تقدير ممتاز. إيغامان يسجل ويتمكن من وضع بصمته الخاصة أيضا رفقة المنتخب الوطني المغربي. 4 ديال الأهداف مقابل لا شيء، رباعية نظيفة، رباعية مميزة للمنتخب الوطني المغربي. كرة مغربية، محاولة، فرصة على مستوى الخط الأمامي. إيغامان كيحافظ على الكرة ديالو، محاولة المراوغة، من يفعل فرصة تمرير سديدة. كان قريب من تسجيل هدف خامس. إيغامان بدقائق من الدخول لرقعة الميدان كان بإمكانه أن يضيف هدفا خامسا في هذه المباراة، ولو أنه في الجهة اليمنى كان بإمكانه يمرر، ولكن أيضا لو أنه سجل كنا سنصفق لهذا العرض ولهذا الأسلوب اللي قام به إيغامان. كرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر، كان بإمكانه أنه يكون هدف في شباك منتخب النيجر. لاحظوا الدخول ديالو، دفعة معنوية كبيرة،
وايضا تسجيل الهدف يتحسر على ضياع اللقطه الماضيه. شوف وليد باسلوبه كيفاش تفاعل مع الكره الاخيره، كره لصالح المنتخب الوطني المغربي، تحضير عن طريق من حكيمي كيرجع الكره ديالو للخلف، كتمشي الكره من الجهه اليسرى. المنتخب الوحيد اللي كيلعب وكيفرج في رقعه الملعب هو المنتخب الوطني المغربي. منتخب النيجر من كامش دفاعيا، اعتقد بانه كاين فوارق على مستوى الامكانيات، لانه اللاعبين اللي في رقعه الملعب من المنتخب الوطني المغربي ينشطون في الدوريات الكبرى ويقدمون انفسهم بشكل ممتاز. ويمكن نقولوا ايضا من جانب اخر انه احترم المنطق، لانه فعلا العناصر الوطنيه قادره على التسجيل وقادره على الوصول لشباك منتخب النيجر. الطريق نحو المونديال مستمر، يسير ويتواصل. التأشيرة نسير لانتزاعها ولأخذها ولارتقابها. لا 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 لا، ماذا فعل، ماذا صنع، ماذا حضر اسماعيل السيباري اللي تحرر من كل شيء ولعب كرة رائعة، كرة مغربية مستمرة. العناوي الجهة اليمنى، ابراهيم دياز كيرجع الكرة ديالو للخلف، كيرفع كرة، محاولة ممتازة، فرصة مغربية راسية. طريقة كانت جميلة، ولكن اعتقد وضعية تسلل بلال الخنوس كان في وضعية مثالية، ولكن قبل ذلك الحكم المساعد شهر الراية ديالو معلنا على تسلل. تابعوا الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. نذكر بانه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه ستواصل معكم التغطيه لهذه الاقصائيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، والموعد سيتجدد اكيد يوم الاثنين المقبل في واحد من اللقاءات الهامه. المنتخب الوطني المغربي سيواجه منتخب الزامبي، مباراه تحصيل حاصل، ومباراه يؤكد من خلال ايضا المنتخب الوطني المغربي على انه فعلا في هذه المجموعه يتسيد المشهد ويسير بشكل جيدة في هذه المنافسة. كرة مغربية، محاولة مغربية من الجهة اليسرى، تمريرة أمامية، إبراهيم دياز ماذا يفعل؟ يراوغ يسدد لا إيجامان بديكريت الرباط يا إيجامان، ويسجل لا كرة مباشرة صوب الحارس. إيجامان نقدروا نقولوا أول لاعب كيسجل في المركب الرياضي، او من بين اللاعبين نعم كيسجلوا في المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط في الحله ديالو الجديده والقديمه. رفقة الجيش، هنا المعقل، هنا المكان، هنا الصناعة، هنا الحضور، هنا البروز، هنا في الكورفاتشي كان دائما حاضر بقوة، وكان دائما يقدم نفسه ويقدم حضوره ويقدم أيضا تصور وبحثه من أجل التألق. نعم رفقة الجيش، وصار نعم إلى أن احترف وإن تألق، واليوم كان قريبا من إضافة ثاني أهدافه. كرة مغربية، محاولة في خط الوسط، نائل يختار الكرة الجهة اليمنى، البحث من أشرف حكيمي يلعب الكرة مع ابراهيم دياز، ماذا يفعل؟ يحافظ على كورته، يرجع على الخلف. سفيان مرابط يبحث عن هذه الكرة للجهة اليسرى، عملية هجومية مغربية مستمرة متواصلة بالعامري غادر، لكن يظهر على أن هناك بديل قادر على أن يواصل المشوار بشكل أحسن. كروان كرة لا تزال مغربية عن بلال خنوس مريرة في العمق، كرة ممتازة، محاولة، فرصة من إبراهيم من دياز، ولكن الدفاع ينقذ الموقف. عرض جيد، بروفا رائعة، مباراة كالا، مباراة احتفالية، مباراة كتحس بأنه صحيح أنها هي مباراة رسمية مؤدية للمشاركة في كأس العالم، فالعناصر الوطنية بالأسلوب والطريقة باش واخدين هذه المقابلة فكيعطوك انطباع على أنهم متحكمين في زمام الأمور ولاعبين بكل ثقة. لاحظوا التمريرات، لاحظوا حتى الجمهور أكيد أنه استمتع بهذا العروض وبهذه التمريرات اللي كتجي بين لاعبين المنتخب الوطني المغربي. في خضم هذا باش تشوف النفسية ديال لاعبين المنتخب النيجر، أكيد أنها غتكون نفسية سهلة. كرة مباشرة عند بونو لم نراه كثيرا. هل كان حارسا للمنتخب الوطني؟ نعم كان، لكن لم نراه كثيرا. لماذا؟ لأن الهجمات المنتخب النيجر كانت حبيسة المنتصف، لم تكن هناك هجمات كثيرة، لم تكن هناك هجمات مقلقة. كرة مغربية الجهة اليسرى، هلال يلعب هذه الكرة رقابة الكرواني، يرجع لإسماعيل السيباري والأخذ والرد، التمرير القصير، انتباه الكرواني عدم التسرع، ولكن تمر
ممتاز سفيان. قلت على انه المواجهه مان تو مان، رجل لرجل، مرابط افضل، مرابط احسن. المستوى البنيه الجسديه وايضا الاحتكاك وطريقه البحث عن الوصول الكره نعم بشكل اسرع، وتمريره بالمقاس الاماميه. هذه كره تلعب مغربيه، محاوله الانسلام من جانب السيباري، دخول داخل منطقه الجزاء، والكره في الركنيه، كره في الركنيه. منتخب النيجر ينتظر فقط الصفر. المنتخب الوطني المغربي يواصل بحثه لتسجيل أهداف أخرى. إسماعيل أمام تصفيقات الجماهير. السيباري قدم اليوم مشوار رائع، وهذه لقطة من لقطات إسماعيل السيباري، من إبداعات وإمضاء إسماعيل السيباري الذي أبدع في هذه المباراة وسجل هدفين، وأكيد أنه ظهور قوي. إبراهيم دياز يغادر والآخر هذه المباراة. دقيقة 77 يفسح المجال لشمس الدين طالبي من أجل الدخول لرقعة الملعب. دار تتجه لأناحي، أيضا عز الدين أناحي وشمس الدين الطالبي. شمس الدين الطالبي لإنجلترا رفقة ساندرلاند، وايضا قبله في كلوب بروج. ونشوف هذه العمليه الهجوميه، محاوله بهذه الكيفيه، ولكن هنا التغطيه، هنا ايضا الحضور من جانب منتخب النيجر. تعود الكره في خط الوسط عن طريق من سفيان مرابط. تمريره عرضيه للجهه اليسرى. حكيمي، الحكم يشوف ان هناك تسلل، يشوف ان حكيمي في وضعيه التسلل. هذه لا اعتقد انه فيها تسلل. حقه يحتج، هو العميد، هو اللي عنده شارة العمادة، هو من يحدد ويحاور الحكم. واسماعيل السيباري يحظى بالإشادة في نكات الاحتياط. صراحة اليوم اللاعبين قدموا كل ما عندهم، وقدموا أيضا عرض جيد. كرة تنفذ لصالح منتخب النيجر، رأسية كترجع عند سفيان مرابط. سفيان حسن الكرة ديالو، كينطلق الآن الجهة اليمنى، استلام بلال خلوس، رجع كرة لخلف، أخذ ورد. دخلنا في المرحلة الفرشوية، الجماهير بالبوشة والجماهير بالمتعة في المدرجات، وأيضا تتابع المتعة على مستوى رقعة الملعب. منتخب النيجر وقف تماما. نائل كروالي، نائل العنوي، اخذ ورد، كرة مغربية، محاولة من أناحي، رجع للخلف. عز الدين يختار الجهة اليمنى، محاولة بهذه الكيفية ممتازة من بلال التمريرة، لكنها مشات بعيدة، فكرة ذكية، ولكن الكرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. منتخب النيجر اليوم وجد صعوبة كبيرة، وجد نفسه في وضعية أصعب أمام منتخب وطني مغربي منظم، تكتيكيا أفضل. أيضا حتى الإحصائيات، لأنه تحدثنا عن الإحصائيات، نسبة امتلاك الكرة منتخب النيجر مشاهدينا الكرام وصلت 28% مقارنة بمنتخب الوطني المغربي 72%. والسيطرة سيطرة إيجابية، ليست بالهيمنة سلبية وإنما إيجابية. اعتبر المنتخب الوطني المغربي أنه قام ب6 ديال المحاولات كفرص خطيرة اللي كان بإمكانه أنه يسجل. حتى التسديدات وصلت 19 تسديدة المنتخب الوطني المغربي، في المقابل منتخب النيجر 2 ديال التسديدات فقط. فهذه مباراة لعبنا طولا وعرضا بالأداء، بالنتيجة، وأيضا بحضور قوي. ونذكر بأنه مقابلة رسمية إقصائية في المنطقة الإفريقية لكأس العالم، في الوقت اللي كنشوفوا هذه عملية هجومية، تمريرة عرضية، فرصة مرة أخرى. التمريرات العرضية اليوم أعطتنا 3 ديال الأهداف إلى 4 ديال الأهداف. نعم، أعطتنا أيضا الأسلوب لعب اللي أنك لازم تبقى دائما متيقظ داخل منطقة الجزاء.
هجمة مضادة، عودة من نايف أكرد. بونو نايف أكرد كل هدوء. كرة لصالح المنتخب المغربي. بلال الخنوس، أشرف حكيمي، أشرف بلال الخنوس يعيد الكرة لأشرف حكيمي. وضعية جيدة الآن عند أشرف كيمر الجهة اليسرى. كرواني حافظ على الكرة ديالو، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، كيوصل لها عز الدين أناحي يسدد ويحصل على ركنية. ممتاز، لا شيء يمر هكذا. كرة من بلال إلى عز الدين أناحي. عز الدين أناحي محاولة المراوغة، المرور داخل منطقة الجزاء، تسديدة ممتازة. صوب الحارس، صوب الحارس، متحررين من كل الضغوط، يلعبون بأسلوب جيد، يبحثون عن الفرص، يبحثون عن انصاف الفرص. هذا هو المطلوب. لاحظوا هنا الطريقة اللي جات من خلال هذه التسديدة من جانب شمس الدين الطالبي. مهم جدا مشاركات مجموعة من اللاعبين، شمس الدين الطالبي، نائل العناوي. نشوف ايضا الحضور من جانب سفيان كرواني. تشوف ايضا المشاركات من حمزة إيجامان، هو الآخر الذي يواصل مشواره ويواصل محاولاته ويواصل ايضا ابداعه في هذه المنافسة. كرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي. محاولة من جانب منتخب النيجر، كانت لمسة يد. الحكم كيقول مواصلة اللاعب. كرة عند أشرف حكيمي. رجعت كرة من جديد لتكون مغربية. آخر 8 دقائق مشاهدينا الكرام على نهاية الوقت القانوني لهذه المقابلة في مباراة التأشيرة، في مباراة البطاقة المهمة نحو مونديال كرة مغربية ملعوبة داخل منطقة الجزاء هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الإيقاع نزل بعض الشيء، ولكن الأداء بإمكانه أنه يتواصل. سبعة دقائق تقريبا أو أقل. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. كرة كتمشي للجهة اليسرى، سفيان كرواني حاولت الاختراق وحاولت المرور، ولكن ضاعت. كترجع مرة أخرى مغربية عند نائل العناوي. فرصة مغربية، فرصة جول. عز الدين أناحي يعود للتهديف. عز الدين أناحي يفضل أن تكون المباراة بخماسية، 5 ديال الأهداف مقابل لا شيء. في وضعية مثالية جيدة، طريقة مميزة، كيجي هدف لعز الدين أناحي اللي كيوضع الكرة في المرمى. اضطر الكرة ديالو بشكل ممتاز وتمكن من وضعها في الشباك. هدف جميل، عرض كبير، عرض رائع من المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الطريقة ديال التمريرة من نائل، ثم بعد ذلك ركن الكرة في الزاوية البعيدة من جانب اللاعب عز الدين أناحي. التسديدات ديالو اختارها في الزاوية البعيدة. التلميذ يتفوق على الأستاذ وليد الركراكي، يتفوق على بدر الزكي، والمباراة لا زالت
قادرة لأن تحمل جديد في الدقائق المقبلة. نتسيد هذه المجموعة، نحقق المطلوب. حد الساعة في المركز الأول ب 18 نقطة، تنزانيا بالتعادل 10 نقاط، الأمر اللي يخلينا أننا نسير نحو المونديال. زامبيا 6 نقاط في المركز الثالث، النيجر 6 نقاط في المركز الرابع، ومنتخب جمهورية الكونغو نقطة واحدة في المركز الأخير. كرة مغربية، محاولة من جانب عز الدين ونحي، أخذ ورد بهذه الكيفية، الانطلاق، المرور، البحث عن الحلول، الوصول إلى شباك منتخب النيجر مرة سادسة ربما، لأن هناك 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني. كرة مغربية، هذا مسينا. اليوم إلى درنا قراءات نقولوا الدفاع كان جيد، والحارس ما شفناش كثير، وما تسجلش علينا ولا هدف، لذلك إلى حدود دقيقة 87 المهمة الدفاعية كانت ناجحة. وإلى قرينا أيضا من الناحية الأخرى على المستوى الهجومي 5 ديال الأهداف، يعني الهجوم قام بالدور ديالو وكان نشيط، وربما الهدف السادس قادم. كرة عند سفيان مرابط يحافظ على الكرة ديالو، كيختارها لأشرف حكيمي في وضعية مثالية، يبحث عن التسديد، كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء. كرة لا تزال مغربية عن إيغامان، صحت عالية بعض الشيء، ولكن كترجع مغربية مرة أخرى. جمهور سير هكذا تصنع في المدرجات. كرة مغربية من جانب من وناحي التمويه، وناحي المراوغة والقنطرة الصغيرة. كرة ممتازة. ماذا فعل في الدفاع؟ ماذا فعل في الدفاع؟ وناحي اليوم صراحة قدم لمسة مغربية جميلة رائعة، اسلوب ديالو، طريقه ديالو، تمريره ممتازه مره اخرى، ومباشره الى خارج الخط الخلفي الملعب. كره في الركنيه، كره في الركنيه. بلال الخنوس يا سعيد اللي رفع هذه الكره اخر دقيقتين. كرة تنفذ في القائم الأول، كترجع عند أوناحي لاعب في شوارع النيجر، بل إنه قدم واحدة من اللمسات الجميلة. نذكر بأنه في نيجر عندنا مواجهة مغربية أيضا مع النيجر، مواجهة فريق أولمبيك أسفي اللي غادي يشد الرحال صوب نيامي. أولمبيك أسفي والمكسب ديال أولمبيك أسفي واللاعبين كلهم ايضا عاقدين العزم على تحقيق مشاركه مهمه جدا في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الافريقيه لكرة القدم. لقب مهم على مستوى كأس العرش خلى مدينة أسفي تحتفل، حاضرة المحيط تقدم نفسها بشكل كبير. كانت احتفالية كبيرة لأنه الجماهير في الشوارع كلها كانت بهجة وأيضا فرحة بما حققه اللاعبون. بالتالي المشاركة الإفريقية شيء غادي يخلينا أيضا أن نشوف مواجهة مغربية أيضا أمام فرق من النيجر. فكل التوفيق لفريق أولمبيك أسفي، كما نتمنى كل التوفيق لكل الأندية الوطنية اللي غادي تخوض غمار المشاركات ديالها سواء كأس الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا. لاحظوا أن الروعة ديال الهدف، جمالية ديال الهدف في الزاوية البعيدة. لاحظوا أن الكرة كانت أن تلمس القائم الأيسر بحكم أنه في الزاوية البعيدة بعيد عن الحارس. صعب جدا الحارس أنه يوقف هذه الكرة. فرحة كبيرة وردة فعل تختزل كل شيء من جانب اللاعب دانيال سوسا أنطوني لطيف، اللاعب رقم 7 في صفوف منتخب النيجر. وليد الركراكي السعيد في انتظار أن نكون أسعد في الكأس الإفريقية المقبلة نحو المونديال بشكل رسمي. لم تتبقى إلا ثواني ونحن نتابع هذه المحاولة. كرة بهذا الأسلوب من جانب بلال الخنوس، إعادة الكرة مرة أخرى ومباشرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب. كرة في تماس،
تحضير من جانب منتخب النيجر. بونو يلعب كرة، ادم ماسينا يواصل المحاولات في خط الوسط. مرابط مرة ثانية تعود الكرة للخلف. 3 دقائق متبقية على نهاية أحداث هذه المباراة. كرة من الجهة اليمنى، عملية هجومية، فرصة من جانب من عزدين أوناحي، يختار تمريرة ليها كمان دخول داخل منطقة الجزاء، كمان يرجع الكرة لبلال الخنوس. مجموعة من اللاعبين في التغطية الدفاعية وكان صعوبة نعم للمرور، ومع ذلك لا تزال الخطورة. هنا المحاولة، هنا الفرصة، هنا التسديدة كانت أن تكون في المرمى، لكن التغطية من جانب الدفاع. عزدين أوناحي في التسديدة الأخيرة أمامنا. عزدين أوناحي محاولاته كرة مرة ثانية لصالح المنتخب الوطني المغربي. تدخل في خط الوسط، تمريرة في العمق، ولكن هناك تغطية من جانب دفاع. عادت الكرة من جديد. بونو تدخل بقوة، كان تدخل قوي. منتخب النيجر يجري الدقائق الأخيرة المتبقية، ومنتخب الوطني المغربي يسير نحو إعلان المشاركة الرسمية في المونديال المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. تحضير من الجهة اليمنى، بلال الخنوس، ينطلق بلال، يبحث بلال عن المرور ماذا يفعل؟ يختار تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. العناوي كان قريب، تغطية من الدفاع لإبعاد الخطر بمبدأ الأمان والسلامة، ولكن يظهر على أن الصافرة قادمة، والصافرة أتت، والصافرة أعلنت من حكم المواجهة على نهاية هذا اللقاء بتألق المنتخب الوطني المغربي وبانتصار كبير وبحضور رائع. الفوز بالنتيجة والأداء، والتلميذ فاز على الأستاذ، ووليد الركراكي فاز على بادو الزكي في واحدة من المباريات الرسمية ضمن المشاركات الإقصائية الإفريقية المؤدية إلى كأس العالم. يعبر المنتخب الوطني المغربي للمونديال، يسير ليحقق مشاركة أخرى وظهور آخر. كل التوفيق للعناصر الوطنية وللرياضة الوطنية الناج، وأيضا الخطة الموضوعة اللي تم استثمارها واللي أكدت على أنه فعلا كرة القدم الوطنية المغربية قادرة على تحقيق ظهور مميز وعلى مشاركة كبيرة. نعم، الجامعة الملكية المغربية أمنت لحضور مهم، وأيضا قدمت لنا أيضا منتخب كبير، ومنتخب اللي يضاعف كل المنتخبات العالمية. نعم، هذه الأجواء الاحتفالية داخل الملعب، داخل هذه التحفة المغربية. ورسميا المنتخب الوطني المغربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. كل التوفيق للعناصر الوطنية في انتظار أن نشاهد تألق أكبر فأكبر للرياضة الوطنية بهذه الأضواء وبهذه الاحتفالية البهيجة التي نشاهدها. عناصر المنتخب الوطني المغربي أمنت العبور أمام منتخب النيجر الذي تلقى أهدافا 5. أيضا كانت مشاركة مهمة ورائعة من العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. نشوفوا هذه الأجواء، ونشوفوا أيضا هذه الصور التي تأتيكم لهذه التحفة الرياضية التي تابعنا من خلالها مباراة للمنتخب الوطني المغربي، كانت بنجاح، كانت بحضور، كانت بتفوق. إذا المنتخب الوطني المغربي يعبر نحو المونديال. رؤية مولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الرياضة الوطنية حاضرة، الرياضة الوطنية
نعم ترتقي تسير بشكل جيد نحو الأعالي. نعم نحن حاضرون، نحن مواصلون، نحن على الدرب سيرون، نحن دائما في المنافسات موجودون، وبالتالي كل التوفيق للمشاركة حتى على مستوى الفئات السنية والعمرية وحتى المنتخب الوطني المغربي المحليين. أكيد طارق سكتيوي قدم مجهودا كبيرا، وأيضا لاعبي المنتخب الوطني المغربي المحليين قدموا مجهودا كبيرا ونالوا لقبا مهما في المشاركة الافريقيه في انتظار وليد الركراكي ايضا رفقه البقيه، وايضا حتى في الفئات العمريه قبل من 17 سنه و20 سنه والكره القدم النسويه وغيرها، فالكل كان حاضر والكل موجود، لذلك يجب ان يكون العادي هو البوديوم. اذا مشاهدينا بهذه الصور نودعكم، بهذه الاحتفاليه نودعكم، نلقاكم في قادم المواعيد الرياضيه. محمد العدالي يحييكم، الى اللقاء.